أحمد فتوح مثال سيء للاعب كرة القدم. أحمد فتوح بعيدًا بقى عن مشاكله، خلّينا في القصة الأخيرة، فهو لاعب كاذب، والكذب صفة ذميمة للأسف الشديد، والكذب هو نوع من أنواع الخيانة، خُنت الأمانة، خُنت حاجات كتيرة جدًا، وأصبحت مثال سيء للفريق. أعتقد ما فيش مساندة جماهيرية ليك، أنت راجل حتى مش محافظ على شغلك اللي أنت بتاكل منه عيش، ده شغلك، الكورة شغلك، وبتاخد ملايين، في ناس مقضية حياتها تصبيرة، لو تفتكر أو تعرف إيه التصبير، يعني بيقضيها بأي لقمة، أنت راجل بتقضيها بحفلات وإلى آخره. أتمنى العقوبات تفضل مستمرة عليك، وإن كنت أعلم إن أنت مش هتلعب كورة تاني في نادي الزمالك، وأتمنى إن ده اللي يحصل للاعب كاذب وخائن.